ماتش انبي دوت بتهيألي لعيبه الزمالك مش محتاجه حد يقول لها انت لازم تنسى ماتش بيراميدز وتركز على الماتش الجاي اللي هو ماتش انبي ده. بتهيألي دوت طار كروي. انت اتهزمت منه الماتش الاولاني واتهزمت. على فكره انا لما اتهزمنا من انبي انا ما زعلتش، دي كوره في الاول والاخر، بكسب وخساره وتعادل. بس انا زعلت عشان شفت منهم هم بيلعبوا برجوله وغل. وحط غل قبل الرجوله، حط غل قبل الرجوله. مش عارف ليه، مش عارف، انا عارف ليه، بس ما كنتش متوقع انهم يعملوا يكونوا في ملعب كده بالطريقه دي. زي ما يكون هيصعدوا للسبعه هيصعدوا كاس العالم للانديه. هم دلوقتي عارف فين يعني؟ ولا اي حاجه، ولا ياخدوا بقى حتى مركز ولا اي نيله. فهم من الاخر متحفزين بشويه. انت متحفز بشويه ايه؟ انت متحفز بجماهيرك، انت متحفز انك تعمل لك تاريخ لنفسك ولناديك ولنفسك اولا قبل ناديك كمان. متحفز بجمهورك اللي هو مستنيك تفرحه. فانت عندك كذا حافز، وفي الاخر برضه تاخد فلوس. يعني في الاخر بعد ده كله والقصه دي كلها هتاخد فلوس. هم يتمنوا يكونوا مكانك، هم يتمنوا يكونوا مكانك. هم في الاخر بيلعبوا على شويه، لكن انت بتلعب عشان الجمهور ده كله ولنفسك ولناديك وتاريخ والكلام اللي انتوا عارفينه ده كله. فالماتش الجاي دوت لا تقول لي كهرباء ولا ميه، لا تقول لي اخطاي ولا بيبرس، لا تقول لي الواد اللي كان بيلعب عندنا ده مش فاكر اسمه ايه، والله فاكر اسمه. ما حدش يعرفه ولا حد هيفتكره اساسا في الاخر، ولا شيء في الكوره ولا شيء في تاريخ الكوره اساسا. فالناس ديت استيكه، اللي بيبقى استيكه ولا ظهرك، ولا حد هيفتكرهم. اللي هيفتكروه حاجه واحده بس: انت كسبت الدوري ال 15. ماتش بقى بيراميدز والاهلي يا رب الاتنين يخسروا، بس هو احسن لك فيهم التعادل. هم اتنين يتعادلوا وانت تاخد ده، وانت تطلع بالنقط بتاعتهم، تطلع عليهم كمان بالنقط. انا ما يهمنيش ماتش بيراميدز والاهلي، انا يهمني حاجه واحده بس: اني اكسب وبس وابص فوق. فمن الاخر كده انا عايز انزل الماتش الجاي رجوله، غل، كل حاجه في الكوره اعملها، موت نفسك. مش عايز افوز بسكور خالص، ولا سكور بقى ولا الكلام اللي بتسمعه ده، فوز 2 و3 ولا الكلام ده كله ولا يلزمني. انا عايز افوز بس، عايز افوز باي نتيجه وخلاص، ما يهمنيش. ويكون اداء رجوله في الملعب، ابقى اداء رجوله في الملعب بس. فربنا ينصرنا ويفرحنا ويكرمنا ان شاء الله يوم الاثنين باذن الله، ونفرح مع بعض. السلام عليكم.